أكبر ديناصور نباتي عاش على الأرض على الإطلاق برهاكيوسورس، الديناصور اللي كانوا فاكينه شجرة وكان حواليه غموض كتير. أصلا برهاكيوسورس معناها huge bodied lizard أو بالبلدي كده زاحف جسمه ضخم، وده لأن طوله بيوصل من 33 ل 44 متر ووزنه من 110 طن ل 170 طن. كان عايش من 70 مليون سنة في عصر الليت كريتيشيوس. ايه بقى حوار ان هم كانوا فاكرينه شجرة ده؟ ومعلش يعني ليه ديناصور يبقى حواليه غموض؟ سنة 1878 في الهند علماء الباليونتولوجي لقوا حفريات دي كانت مبهمة لدرجة ان العلماء انقسموا، اللي يقول لك دي حفريات لتيتانوسورس، يقول لك لا 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 دي حفريات ارجنتينوسورس، واللي يقول لك دي اساسا شجره متحجره ملهاش اي علاقه بالديناصورات. اصل الحفريه اللي هم لقوها كانت الاجزاء بتاعتها قليله جدا، عباره بس عن عظم الورك وجزء من عظم الساق. ودي مشكله كبيره قوي في علم الباليونتولوجي، ان انت تلاقي حفريه واحده لكائن انت اول مره تعرف عنه اي حاجه، وكمان اجزاء الحفريه الصغيره. ده ما يعتبرش كفايه عشان نقدر ان احنا نرسم على الاقل سكتش للكائن الحي ده، نعرف شكله وحجمه ووزنه وطريقه الحياه بتاعته، حتى نعرف نعمل موديل 3 دي عشان نتخيل الحركه بتاعت جسمه عامله ازاي. يعني البلدي كده كل الرسومات بتاعت البراكيوسورس عباره عن تخمينات. طب ليه العلماء بتقولوا ان ده ديناصور جديد؟ ليه مش ارجنتينوسورس؟ ليه مش تيتانوسورس؟ ليه مش تيركس مثلا؟ العظم بتاعه متناسب مع التيتانوسورس والارجنتينوسورس، يعني نفس شكل العظم، لكن عظم الساق بتاع البراكيوسورس اكبر 30% من عظم الارجنتينوسورس. معنى كده ان احنا قدام ديناصور جديد لنج. تعالى بقى اقول لك تخمينات العلماء على مدار السنين. سنة 1996 علماء حفريات من لوس انجلوس قالوا ان طول البراكيوسورس 30 متر، بس سنة 2008 طلع احد علماء الحفريات وقال لك لا معلش، طول البراكيوسورس من 40 ل 44 متر. بعد كده رجع وقال لا يا جماعه انا تقديراتي غلط، هي طوله من 28 ل 34 متر. وسنه 2019 قدم جرجيوري اسبول تقديرات بتشير ان من المحتمل ان وزنه يكون من 80 ل 120 طن وطوله من 35 ل 40 متر. وسنه 2023 هي اللي جابت النهايه. جرجيوري بالاشتراك مع الرامندي عملوا شغل كتير جدا على البراكيوسورس. الملخص بتاعه ان هم قدروا يعملوا استيميشن او يقدروا وزن البراكيوسورس اللي بيوصل ل 170 طن. كل اللي نقدر نستنتجه ان البراكيوسورس كان اكبر كائن حي موجود على كوكب الارض. حتى الان ما العلماء طول ما هي ماشيه بتكتشف حاجات جديده. الاول كان بيقول لك لا الحوت الازرق ده اكبر كائن موجود على كوكب الارض، دلوقتي بقى عندنا البراكيوسورس اللي بينافس الحوت الازرق في الوزن والحجم، بس مش بينافسه لوحده، مع اتنين كمان، دريتناتس وامفيسيليوس. متخيل كده حجمك جنب الديناصور ده عامل ازاي؟ يعني انت لو وقفت كده جنب رجله هتبقى عامل شبه القطه الصغننه اللي لسه مولوده.